الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أوصانا فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الوصية تعالوا معنا نتعرض لما يقصده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. مرحبا بك فضيلة الإمام. أوصى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك. نعم. حين ينام الإنسان يفقد تدبير حركة نفسه. تدبير الحركة اللي بيرسمها العقل، دي تمشي، دي تقعد، دي تضحك، دي خلاص توقف، ما عادش. نعم. ويستطيع أن يدفع عن نفسه أي أذى في النهار، لكنه حين ينام وقد فقد العقل المدبر للحركة والحركة التي تدفع عنه كل أذى وتجلب له كل خير. نقول له الخير في النوم انك تنام، مش انك تستفيد حاجة بقى دلوقتي. والخير في والنوم انت جوارحك سكنت، فانت عايز معونة من الله ليحفظك وانت ساكن، لانك انت كنت وانت متحرك صحيح تقدر تدافع عن نفسك. نعم. حشرات وهوام ومش عارف ايه ولا، انما انت ما عادش دلوقتي، تبقى اسلمت نفسك لمين؟ لله. ولذلك حين ينام الانسان ومثلا عنده متاعب ولا حاجه يبقى له حارس من البشر. طب واللي ما يقدرش يعمل حارس من البشر، الله هو ايه؟ يحرسكم. ولذلك انت في حاجه الى معونه الله، تستدعي فضل الله عليك في هذه اللحظه فوق ما كنت تستدعيه وقت الحركه، لان لك عقل ولك حركه بتتحرك، وهنا ما عندكش اي حاجه، لا حول لك الا بالله. نعم. ووجهت وجهي اليه، ما فيش غير. ليه بقى؟ قال لك لانك اذا قلت ذلك وانت يقظان انعقد في ذلك في نفسك وانت نائم. ساعة ما افتكرت كده وانت يقظان تقوم ينعقد في نفسك وانت نائم. ولذلك يقول لك الجعان دي احنا في سوق العيش، اللي يبقى باله مع ربنا لما ينام برضه يفضل باله مع ايه؟ ربنا. واللي باله مع شهوه يبقى هو نام برضه يخيله انه راح في الحته الفلانيه وقعد في وهم كده. فاذا استصحب وانت يقظان ما يعينك وانت نائم، عشان العقل الباطن. نعم. وألجأت ظهري إليه. طبعا الظاهر ده لأنه هو محل الأخذ بالغيلة. من ورايا اللي بيجي قدامي أقدر أدفعه. نعم. إنما لما يجي من ظهري ما أعرفوش، تبقى أنت اللي تدفع عني بقى. نعم. وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. رغبة أنني أريد منك الخير وأحبه. ورهبة أنني أخافك وأحبك حبا يجعلني أخاف أن لا أكون قد أديت ما تطلبه مني. أنا نهاري انتهى، فأنا مش عارف اللي أنا عملته ده يقربني منك ولا فيه ما يبعد عنك. فإن كان فيه ما يقرب يبقى رغبة في منك، وإن كان فيه ما يقرب يبقى رهبة منك. يبقى في وقت الحساب بقى، ساعة ما الواحد ينام يقعد الشريط يمر عليه، عملت إيه النهارده؟ عملت كذا وعملت كذا وكذا. فإن كان عمل خير يبقى راغب في الله، وإن كان عمل شر يبقى يرهب أن يلقى الله الآن وهو كده عامل شر عشان يخاف منه. نعم. لا ملجأ ولا منجا، ما فيش ولا حول، ما فيش، لأن ذاتي مفقودة. أنا في الحياة إن فقدت كل حولي فلا أفقد ذاتي في أن أدفع عن نفسي الأشياء وأربر نفسي المصالح. إنما أنا لما أنام لا وياي حد ولا نفسي حتى وياي، يبقى ماليش الا انت بقى. يبقى هذا هو الصمد المقصود يعني. نعم. آمنت بكتابك الذي أنزلت. معنى آمنت بكتابك الذي أنزلت أنني محافظ على ما أنزلته، لأنك أنزلت منهجا لحركة حياتي، افعل كذا ولا تفعل كذا. فأنا مستحضر كل هذه الأشياء، مش القراءة بس أنا بقرأ كده، لا، تقرأ عشان توظفه. أوظفه في إيه؟ افعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو مباح أن تفعله أو لا إيه؟
أو لا تفعلوا. نعم. وبنبيك الذي أرسل. لا، ما هو اللي بلغني هذا القرآن، فأنا أزداد. ليه؟ لأن مش ما يكفينيش القرآن. ليه؟ لأن القرآن ما هوش جاي كتاب أحكام بقى طوالي. القرآن جاي كتاب إعجاز، معجزة. نعم. ولكنه مس أمور الدين مسا في أصولها. نعم. ثم ترك للرسول أن يبينها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فلا يكفي انك انت تاخذ منهج القران. انا خدت منهج القران بالصلاه. تصلي ايه؟ كم ركعه؟ كم وقت تصليه؟ وكل وقت كم ركعه؟ وفي الصلاه تعمل ايه؟ ما تعرفش دي الا من مين؟ الا من النبي. فلا يكفي ان تقول بالقران، بل يكفي ان تقول برسول الله، لانه هو اللي هيعمل ايه؟ هو هيبين المنهج اللي القران اجمله. نعم. لا، واتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. فإنك إن مت من ليلتك على الفطرة. على الفطرة يعني إيه؟ يعني إن كنت هتنام الليلة دي تبقى أنت صفيت يومك بأن إن كسبت شيئا فمن الله. خلاص؟ إن خسرت شيء تبقى هتخاف من الله. تبقى أنت الوقت ده بقى إيمانك بقى سليم، رهبة وإيه؟ ورهبة. نعم. وإن أصبحت أصبت خيرا. وإن أصبح. نعم. نعم. إن ضللت به هدايا. فضيلة الإمام، نختتم هذه الوصية بدعوة كريمة من فضيلتك. واجعل نهارنا كسب حلال. آمين يا رب. واجعل ليلنا سكون راحة. الله. آمين يا رب. لنستأنف حركتنا في اليوم التالي بما يعجبك من الطاعة والرضا. آمين يا رب العالمين. نعم.